السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى الله تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نصايب معكم واحد الديكور اللي هو كيجي مزيون كيزين الكوفوزه ديالنا، اللي كنصايبوه غير في الدار بشي حاجه بسيطه. المكونات عندي السيمه، كنحتاجو السيمه والماء، وكنحتاجو الوانطيس ولا الليقات، وكنحتاجو صباغه اي صباغه عندك واي لون بغيتيه كديريه. هنا كانت عندي صباغه ديال الباب، بقات لي شويه الصباغه، ما كيحتاجش بزاف، واحد شويه كدوز عليه كتصبغ به هذاك اليد باش ما كيبقاش بياض. ولا الا بغيتيه بياض غير كتجيب كاريط كتحكو كتخليه بياض، ولكن من الاحسن كتجي الصباغه كيتصبغ كيولي مزيون ومالس. هنا جبت الوانطيس ودرتهم وخلطت السيمه مزيان. هاد السيمه البيضاء دغيا كتيبس، ما كتبقاش بزاف، واحد شويه وكتيبس. واحد انا دوزت ساعتين. الا بغيتو ديروها مثلا في الليل خلوها حتى الصباح باش كتجي مزيونه باش ما كيتهرس حتى حاجه فيها. انا كنعمر هاد الليكات مزيان. انا كنعمرهم مزيان باش داك الهواء ما يبقاش في الصباع من باش يعمر. انا مشيت نجيب واحد الابره باش نخرج داك الهواء اللي كيبقى في الصباع. فين مشيتي يا خويتي؟ رجعي دغيا. هنا انا جيت. المهم جيت تقبت داك الصباع باش كتخرج ديك الهواء باش ما كيبقاش، وكنعمر مزيان. هنا انا كنتقب هاد الصباع وانا كنتفكر موالين السكر. تفكرت الوالد ديالي الله يرحمه، الله يجدد على الرحمات، الله يرحم جميع المسلمين. كان كيستعمل هاد الشوكه ديال السكر، الله يشافيهم كاملين يا ربي اللي مات الله يرحمه. المهم هنا كنعمرو هاد اليد مزيان شويه، وكنديرو نعمرو اليد الاخرى. المهم هنا كنجيب الوانطيسه الاخرى وكنعمرها حتى هي شويه عليكم وتعمر مزيان. الحمد لله. انا كيعجبني بصراحه، كيعجبني ندير هاد الاعمال اليدويه. هذا ندير لهم نفس المشكل، غادي نخرج داك الهواء اللي في الصباعات في الصبيعات. كما قلت لكم كيعجبني بصراحه، كيعجبني داك الاعمال اليدويه، ما كرهتش نبقى ندير بزاف. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لي اعجاب واشتراك، واخا ما يعجبكمش الفيديو حتى هي ديروا لايك واشتراك. المهم انا فاش كنخرج داك اليدين كيبسوا كنحيدهم بشويه، كتحيدهم الا كانت يابسه مزيان راه كتحيدها ما كتخافش منها، ولكن الا ما كانتش يابسه بحال ديالي انا راه تهرس لي واحد الصباع الكبير. الصباع الكبير تهرس لي اليدين ديال السيمه ماشي يدي. المهم انا كنصبغ هادو، كنصبغ اليدين كما قلت لكم بالصباغه ديال الباب. كانت عندي صباغه ديال البيبان كنصبغو مزيان، كنصبغو من الداخل ومن اللور. كيعطي صراحه واحد المنظر مزيون. وابدعوا ابدعوا.
الواحد يخربق شي حاجة ويلي راسو مبقاش غير جالس، كتخرج واحد الطاقة السلبية، وفاش كتكون كتخدم هاد العمل كتنسى بزاف د الحوايج، كتبقى مركز غير في هاد الشي خصو يطلع لك زوين. أنا بعدا الهوايات ديالي هي هادي خصني كيعجبني ندير داكشي. المهم هنا ها هو اليد ديالي وجد ودرت فيه هاد الالوفيرا، بالحق الالوفيرا اللي بغاتها شي واحدة من طنجة مرحبا بها. نعطيها ليها، هذه الالوفيرا حرة ديال، المهم ديال طبيعية اللي اصلية. هنا كندير هاد الديكور ديالي وكندير فيه داك الالوفيرا، تحطو على الكوفوزة حدا بيتنعاس، تحطو على الطبلة في الصالة، تحطو في اي بلاصة كيجي مزيون. دير فيه شي فاز مزيون في الوسط وحط فيه اي نوع ديال النباتات كيجي مزيون. وهنا يدي ولا حالته بالصباغة. وهنا كنقول لكم ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والمشاركة، وكنتمنى على الله تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. الى اللقاء.